كانت ليلى عايشة في دويرة صغيرة فوق جبل البيان، بعيدة على تطوان بحوالي 28 كيلومتر، في مكان اللي حتى الطيور كتخاف تنزل فيه من قوة الريح. الدار كانت قديمة، جدرانها من الحجر الخشن، والزنك ديال السقف كيصدر صوت بحال صراخ لما الريح كتعوي. ما كانتش دار عادية، كانت قبر ديال ذكرياتها. ليلى كانت بنت 27 عام، ولكن عينيها كتحكي على وحدة عاشت أكثر من عمرها. باها مات في حادثة سيارة وهي صغيرة. أمها هربت مع راجل آخر وخلاتها عند خالتها اللي كانت كتضربها كل يوم باش تعلم الحياة. من ذاك الوقت ليلى قررت تعيش لوحدها، بعيد على الناس، بعيد على الدنيا اللي كتجرح. كل ما كانت كتحس بالوحدة كتجي زينة، كلبة لابرادور صفرة فاتحة عمرها 5 سنين. زينة ما كانتش كلب، كانت الروح الوحيدة اللي فهمت ليلى بلا كلام. لما لقوها مرمية في الطريق متعورة وكترعش، ليلى دارتها معاها، ومن ذاك النهار بقات زينة تحرس الدار، تحرس قلب ليلى، وتحرس السر ديالها، أنها كتخاف من الرجالة بزاف حتى لو كانوا طيبين. ليلى كانت كتخدم في التصميم أونلاين، قفطان وتكشيطة بألوان تخترق الروح، ولكن داخلها كانت فارغة. كل ليلة كانت كتسهر حد المدفأة، كتطالع في النار وكتغول في بالها: واش غادي نموت هكذا لوحدي مع كلبة فقط؟ في شي ليلة ديسمبر قاسية، البرد كان كيقطع الجلد، الريح كتعوي بحال دياب جوعانين، والمطر كيضرب في الزنك بحال رصاص. الكهرباء طفات في المنطقة كاملة. ليلى كانت جالسة كتكمل تصميم قفطان أسود بحال الليل، وزينة ناعسة حد رجليها. فجأة زينة وقفت بحركة عنيفة، ودنيها واقفين، وبدات تنبح بنبحة مخيفة عميقة بحال إنذار من الموت. ليلى قلبها وقع في الأرض، سمعت صوت أقدام في الوحل، تنفس ثقيل، وصوت حد كيترنح وكيتهدل. فتحت الباب شوية ولقات ياسين، راجل طويل غرقان في الدم والمطر، جاكيته ممزق، جبهته مضروبة بجرح عميق، ورجليه كيجروا دم. كان شكله في الثلاثينات، ولكن الخوف خلاه يبان كبير ب10 سنين. راه راه غادي يقتلوني، ما عنديش فين نروح، بغيت غير ندفى، رجعوني للجحيم إلى القوني. زينة دارت قدام ليلى، شعرها وقف، سنانها بارزة، ولكن ما كانتش كتهجم، كانت كتشمه ببطء، وبعدين حركت ذنبها شوية. هاد الحركة الصغيرة كانت كافية. ليلى رغم الرعشة ديال يديها قالت بصوت هادي ولكن حازم: دخل، ولكن إلا حسيت بك شي حاجة زينة غادي تمزقك قبل ما ننادي على أي واحد. دخل ياسين، رجليه ما كانوش قادرين يقاوموا. جلست واحد المدفأة، ليلى جابت الشاي السخون، غسلت الجرح ديالو بيديها اللي كانوا كيترعشوا، وربطاته بقطعة قماش نظيفة. وهي كتضمد الجرح سمعت ياسين كيتنفس بصعوبة وكيحكي بصوت مكسور: كنت كنسوق للعصابة ديال طنجة، كانوا كيهربوا مخدرات وأسلحة من الميناء. أنا ما كنتش عارف التفاصيل حتى البارح. شفت الزعيم ديالهم كيقتل واحد شرطي بالسكينة قدام عينيا. هربت، طاردوني ب3 سيارات، ضربوني في الكتف، السيارة ديالي وقعت في الواد، مشيت على رجلية حتى وصلت لهنا. إلى القوني غادي يديروا فيك حتى انتي. ليلى سكتات شوية، بعدين قالت بصوت فيه رعشة خفيفة: الناس اللي كيجروا الدم ما كيفرقوش بين البريء والمجرم، ولكن زينة ما عمرها غلطت في الناس. إلا قالت لي انت زوين غادي نصدقها. الليلة الأولى كانت جحيم، كل دقيقة كانوا كيسمعوا صوت محركات بعيدة، أضواء سيارات كتدور في الجبل، وكلاب ديال الدوار كيتبحوا. ياسين كان كيترعش، مش من البرد، من الذكرى ديال القتل اللي شافه. ليلى بقات ساهرة، ماسكة سكينة مطبخ قديمة، وزينة واقفة قدام الباب بحال تمثال من الحجر. في اليوم الثاني والثالث بدأ ياسين يتعافى، ولكن الخوف بقى. ساعد ليلى في الدار، قطع الخشب، أصلح السقف اللي كان كيتقطر، حتى دار طاجين بالخضرة بيديه اللي كانت كترعش. ولكن أكثر شي كان كيحكي، حكى على طفولته في حي سعبي في طنجة، على أمه اللي ماتت من المرض، على أخوه اللي خانوا وباعوا للعصابة. وحكت ليلى على جروحها هي، الضرب، الوحدة، الخوف من أي راجل يقرب منها. زينة كانت الرابط،
كانت تنام بيناتهم، كتحط راسها فوق صدر ياسين في الليل، وكل ما يصحى مذعور من كابوس كانت كتلحس وجهه وكتقول أنا هنا. في الليلة الرابعة بلغت دراما القمة. كان الساعة 3 الصباح، سمعتوا صوت سيارات قريبة بزاف، أضواء كشافات كتدور على الدار. ياسين وقف مذعور، راه جاو. ليلى قلبها كاد يوقف، خبات ياسين في القبو الصغير تحت الدار، مكان قديم لتخزين الزيتون. زينة دارت برا تنبح بقوة وهي كتجري في الظلام. ليلى خرجت برا ماسكة مصباح وقالت للرجالة اللي نزلوا من السيارات، 3 رجالة معاهم مسدسات، شكون انتوما؟ هذه داري، ما عنديش أي واحد هنا. واحد منهم شكله شرس قال شفنا سيارة محروقة تحت الواد وآثار أقدام جاية لهنا، إلا كدبتي غادي ندخلوا بالقوة. زينة هجمت فجأة، عضت يد واحد منهم، مزقت له جاكيت وكادت تمزق له الرقبة. الرجالة ضربوها بقدمهم، ولكن زينة ما رجعتش، بقات تنبح وتهجم حتى هربوا مذعورين كيقولوا هاد الكلبة مجنونة. لما رجعت ليلى للقبو لقات ياسين كيبكي بكاء حقيقي، أول مرة في حياته. حضنتها بقوة، الأول مرة يلمسها، وقال بصوت مكسور راه أنتي وزينة أنقذتوني من الموت مرتين، أنا ما عمري حسيت بالأمان هكذا. ليلى رغم الدموع اللي كانت كتجري في وجنتها ردت الأمان مش في الجدران، الأمان في القلب اللي يثق. زينة علمتني نشوف القلوب، وأنت خليتني نحس باللي ما بقيتش لوحدي. بقى عندها 7 أيام كاملة. في اليوم السابع جات رسالة، الطريق سالة، واحد خوه اللي كان بعيد على العصابة غادي يجي ياخده في الصباح. قبل ما يمشي وقف ياسين في باب الدار، الشمس كتطلع وهو ماسك يد ليلى بقوة. راه أنا غادي نرجع، مش غير باش نشكر ولكن باش نعيش، عندي ديون ولكن قلبي بقى هنا معاك مع زينة. ليلى استسمت ابتسامة فيها دموع، زينة غادي تنتظرك وأنا غادي نحرس الدار حتى ترجع، خليك حي، هادشي كافي. مشى، ولكن كل شهر كان كيبعت رسالة صوتية طويلة يحكي على حياته الجديدة، على الشغل النظيف اللي لقاه، على الأحلام اللي بدا يبنيها. وليلى كانت كتجاوب بصوتها الهادي ولكن فيه دفء جديد. وزينة كل ما كانت كتسمع صوته في الهاتف كانت كتوقف، كتسمع وكتجري للباب وكتنبح فرحانة، بحال اللي كتقول هو جاي، أخيراً جاي. الناس في الدوار بداو يقولوا ليلى تغيرت، عينيها صافية، ضحكتها حقيقية، وهي كانت تعرف السبب، لأن أول مرة في حياتها عندها عائلة، بنت وكلبة وراجل اللي بقى يعيش في قلبه حتى وهو بعيد. الدراما ما كانتش في السيارات والمسدسات بقت، الدراما كانت في القلوب اللي انكسرت وترمموا مع بعض. السلام عليكم، هذه النسخة اللي بغيتي، قلبها مفتوح وجرحها ظاهرة.